اهلا بيكم. معاكم محمد حدوتة من قناة فوكس، وفيديو المرة دي مختلف عن عن ما انا متعود. اول مرة اعمل قصص رعب. عايزك تحط الهاند فري في ودنك وتسترخي خالص وتاخد نفس عميق وتبدأ تركز مع كلامي. المستشفيات والمشارح من الأماكن اللي بيبقى فيها أحداث مرعبة كتيرة أوي، وأي مستشفى أو مشرحة لازم تكون مرتبطة بيها أحداث مرعبة. ولو هنتكلم عن أشهر المشارح هتلاقي مشرحة زينهم فيها كتير وكتير من القصص الرعب اللي ملهاش أي تفسير. نتكلم عن شوية أحداث من أزمنة مختلفة لمشرحة زينهم. أول القصة دكتور التشريح. جاتلي جثة وصلت لي متأخر على الساعة 2 بالليل لشاب اتعرض للذبح على يد بلطجي. وللأسف لما وصلت لي الجثة كانت حرفيا ما فيهاش جزء سليم، يعني هما شرحوه قبل ما يجيلي. دخلها لي عم محمد عامل المشرحة وقال لي ان الجثة محتاجة تقرير لازم يتعمل دلوقتي ويوصل الصبح للشرطة، لان دي طبعا جريمة قتل، وده معناه اني لازم ابدأ تشريح في الجثة. حط لي عم محمد الجثة على ترابيزة التشريح ومشي. بدأت ألبس لبس التشريح وأحضر الأدوات. وأنا مدي ظهري للجثة سمعت صوت بكاء. مش أول مرة أسمع حاجة غريبة ساعة التشريح. حاولت أتجاهل الصوت وأحضر أدوات التشريح وبصيت على الجثة، كانت كل حاجة طبيعية. ولما دورت وشي تاني بعيد عن الجثة سمعت صوت بكاء تاني، ولكن المرة دي سمعت صوت بيقولي: ذبحوني يا دكتور وانا ماليش ذنب. أحمد خضر ذبحني يا دكتور. لفيت بسرعة واتفاجئت لما لقيت الجثة قاعدة. مصدقتش اللي أنا شايفه، بس الجثة فعلا كانت قاعدة مفتح عيونه اللي كانت بيضة تماما وفاتح بقه لكنه بيبكي. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وغمضت عيني وفتحتها. كانت الجثة رجعت مكانها الطبيعي نايمة على الترابيزة. ثم بدأت التشريح، وكل ما كنت بشرح كان كل شوية أسمع صوت بكاء ونفس الكلمة بتتردد: ذبحوني وأنا ماليش ذنب، ذبحوني وأنا ماليش ذنب. لقيت الجثة مسكت إيدي، ورغم إن الجثة كانت ثابتة تماما وقافلة بقها إلا إني سمعت لآخر مرة كلمة: افتكر وقول لهم يا دكتور أحمد خضر هو اللي ذبحني. بعدها ايد الجثة سابتني بمجرد ما بدأ أذان الفجر. خلصت التقرير وقعدت شوية. كان النهار طلع، وساعتها 2 من المباحث جم عشان يستلموا التقرير مني. ورغم ان غالبا امناء الشرطة هما اللي بيجوا ياخدوا التقرير، الا ان المرة دي كان في ضابط مع امين الشرطة هو اللي جه عشان يستلم التقرير. وحسيت ان دي رسالة من ربنا احكي للضابط اللي شفته وسمعته واعمل اللي عليا سواء صدقني او لا. وساعتها اخدت الضابط على جنبه وقلت له: بص يا باشا، انا مش عارف انت هتصدقني في الكلام اللي انا هقوله ولا لا، ولكن المشرحة دايما بيبقى فيها اسرار واسرار واحداث غريبة، وتقدر تسألني وتقدر تسأل اي حد في اي مشرحة او مستشفى عن الاحداث اللي انا بتكلم عليها دي. رد عليا الضابط وقال لي: تقصد ايه باحداث غريبة؟ قلت له: بص، انا مش عارف انت هتصدقني ولا لا، بس الجثة كلمتني. رد عليا باستغراب وقال لي: نعم،
الجثة كلمتك ازاي يا دكتور؟ قلت له اللي حصل، وقلت له الجثة قالت لي بالحرف احمد خضر هو اللي ذبحني. بمجرد ما قلت له الاسم اللي الجثة قالته لي، لقيت الصدمة اترسمت على وش الضابط. اكيد هو عارف انا ما اعرفش مين اللي في القضية، فلما اذكر اسم شخص من القضية لازم ينتبه لي. وقال لي الجثة قالت لك ايه؟ قلت له قالت لي احمد خضر اللي ذبحني. رد عليا وهو مصدوم، قال لي فعلا في من المشتبه فيهم في القتل الشاب ده، شاب تاني مسجل خطر باسم احمد خضر. وبكل صدمة سابني ومشي. الموقف ده اثر فيا الفضول، وخلاني اتابع القضية من بعيد لبعيد، وعرفت ان فعلا في شاب اسمه احمد خضر، وطلع هو اللي قتل الشاب اللي كنت بشرحه، واتحكم بالفعل على احمد خضر بالاعدام. وحتى الان انا متأكد ان الجثة دي لسبب ما وصلت لي الرسالة دي عشان اقولها للضابط. وعلى فكرة دي مش قصتي الاولى ولا الاخيرة في المشرحة، وممكن ابعت لك قصص تانية عن مواقف اتعرضت ليها انا شخصيا. دي كانت قصة احد دكاترة التشريح في المشرحة، ومحبش ان يذكر اسمه، بس هو عرض عليا قصص كتير. فلو كنتوا حابين تعرفوا قصة من القصص بتاعة الدكتور، ياريت تكتبوا لي في الكومنتات. وبالنسبة لان دي اول مرة اعمل فيديو قصص رعب، حابب اسمع رأيكم، وحابب ان انتوا تعملوا اشتراك للقناة كدعم، ان انت تدعمني عشان اعرف اكمل في القناة. كنت ماشي بالعربية بتاعتي انا ومراتي متجهين لبيتنا الساعة 11:30 بالليل، وكان التوقيت ده متأخر وضلمة، نظرا ان انا ساكن في شبه بلدة ريفية. الانوار وعواميد الإضاءة فيها قليلة جدا. كنت ماشي على كوبري كان معروف جدا ساعتها، وهتعرفوا ليه بتكلم عن الكوبري ده، يعني بصيغة الماضي. كمل لكم باقي القصة. المهم، وانا سايق على الكوبري ركنت العربية عشان اقضي حاجتي، وانا برا العربية بقضي حاجتي سمعت صوت جناحين بيطيروا في السماء. صوت جناحات اشبه بصوت جناحات النسور كده، ولكن صوت اقوى بكتير لدرجة اني اتفزعت. بصيت في السماء وساعتها الرعب دب فيا وفي زوجتي، لاني لما بصيت لقيت على اول الكوبري اللي عديت من عليه كان في كائن مرعب جدا واقف على سور الكوبري. الكائن ده كان لونه بني غامق مايل للون الاسود، والكائن ده كان ليه ايدين ورجلين زي البشر، ولكن كان من المستحيل يكون ده انسان. عارفين ليه مستحيل؟ عشان الكائن ده كانت ليه جناحين كبار جدا، وكان ليه قرون شبه قرون الشياطين، زي اللي بتظهر في الافلام كده. وكانت عينيه بتشع نور احمر مرعب جدا. بكل فزع ورعب جريت انا ناحية العربية بتاعتي، وزوجتي ابتدت تصرخ من منظر الكائن. زوجتي ابتدت تصرخ من منظر الكائن المرعب دوت، وبسبب صرخات زوجتي انتبه الكائن لينا وابتدى يطير في الاتجاه بتاعنا بسرعة رهيبة. ركبت وقفلت باب العربية وسقت بأقصى سرعة، ورغم ان سرعة العربية كان على اخرها الا ان الكائن ده كان بيطير بسرعة جنونية، ومهما زودت في السرعة كان الكائن ده بيقرب مننا اكتر من الاول.
فضل يطير حوالينا، وبعد دقايق معينة اختفى الكائن ده تماما، دخل بين الأشجار. وهو بيختفي أطلق صرخة كده مرعبة وقوية جدا، أكنه غضبان مثلا إننا هربنا ونجينا منه. وصلت البيت بتاعي وأنا وزوجتي متجمدين من الرعب، ما عندناش أي فكرة إيه أو مين الكائن العملاق المجنح ده اللي أشبه بالبشر. بعد كام يوم من الحادث وبعد ما ابتدينا ننسى اللي حصل، خصوصا ان كل اللي حكينا لهم القصة دي ما صدقوناش، واقنعونا ان من الضلمة اكيد اتهيأ لنا، او ان طير معين هو اللي كان بيطير واحنا اتهيأ لنا. بس معقول احنا الاتنين هيتهيأ لنا حاجة واحدة؟ يمكن هيتهيأ لنا انه وحش او شيطان، يمكن بسبب الضلمة، يعني ممكن، كل شيء جايز. لقيت خبر جمدني في مكاني من الرعب. لقيت جريدة بتتكلم عن انهيار الكوبري اللي لقينا الكائن ده عليه ساعة الحادث. والمرعب اكتر من كده ان كان في اكتر من شاهد شاف نفس الكائن، منهم شهود شافوا نفس الكائن في النهار، يعني مش بالليل كمان. بل وكمان شفت في نفس الجريدة ان الكائن ده ظهر قبل كده في كذا مكان، وكان مكان بيظهر فيه كان بيحصل فيه كارثة او حادثة، اخرهم الكوبري اللي انا وزوجتي شفت الكائن ده فيه، وساعتها اتهد الكوبري. وساعتها بس اكتشفت ان كل اللي شفته انا وزوجتي ده كان حقيقة، وما كانش بيتهيأ لنا ولا حاجة. وبعد ايام لقيت في جريدة تانية صورة اخدها صحفي عن الكائن ده، ولما شفت الصورة كان فعلا نفس الكائن اللي شفته. وعرفت فيما بعد ان هم اطلقوا عليه اسم موسمان. وبعدها ما شفتش الكائن ده، ولكن سمعت كتير ناس في نفس القرية او الولاية اللي انا فيها انهم شافوه، ولكن ما شفتهوش تاني، واتمنى فعلا اني ما شوفوش تاني. القصة دي كانت شهادة من احد الشهود اللي شافوه، الشيطان المجنح او الموسمان زي ما اطلق عليه الناس. والكائن ده زي ما قلت يعتبر شيطان او جن، ودايما بيكون نذير شؤم، ووجوده دايما مرتبط بالحوادث او الكوارث الغامضة. وتقدروا تعملوا بحث على موسمان وهتلاقوا شهادات ناس كتير من الستينات لحد دلوقتي بيدعوا انهم شافوه، واخرهم ظهوره في ميلان في ايطاليا قبل ظهور فيروس كورونا على طول، وناس تانية كمان. ولكن حتى الآن محدش يعرف هل الكائن ده جن أو شيطان، ولا حتى كائن أسطورة غامض. محمد كامل إبراهيم جمعة، سن 45 سنة. وبيحكي محمد وبيقول: في يوم كنت مروح من الشغل لبيتي، وأنا بيتي في منطقة شعبية. بمجرد ما وصلت البيت وعند باب الشقة، وقبل ما اخش الشقة وقبل ما اخش البيت، بصيت لقيت قطة لونها اسود جنب باب الشقة، وكان شكلها جميل جدا. كانت قاعدة قدام باب البيت، كانت قاعدة هادية جدا. بصراحة كان شكلها حلو، ما كانش شكلها مخيف، ولكن ما حطيتش في دماغي ودخلت البيت عادي خالص. دخلت البيت وغيرت هدومي وتعشيت ودخلت نمت، وتاني يوم نزلت رحت الشغل.
تاني يوم رحت الشغل وانا مروح وطالع البيت لقيت قطة تانية في نفس المكان، في نفس المكان اللي كان واقف فيه القطة اللي فاتت. كانت برضو جميلة وهادية وبرضو كانت ثابتة، لكن كانت قطة تانية، ولكن كانت شكل مختلف وحجم أكبر شوية. برضو محطتش في دماغي ودخلت البيت وغيرت هدومي وتعشيت ونمت. وانا نايم صحيت على صوت قطة، ولما فتحت عيني لقيت قطة قدامي عند آخر السرير، كانت بتبصلي، وبمجرد ما بحط ايدي على عيني وبدعك في عيني وبفتح لقيت القطة اختفت. وببص مكانها لقيت مكانها شعر من القطة على السرير، شعر كتير كأن حد قصص شعرها وعلى السرير. هنا اتأكدت ان انا ما كنتش بحلم، ولا كانت تهيؤات ولا اضغاث احلام. هنا اتأكدت ان ده حقيقي لما مسكت الشعر بايدي. واول ما قمت من على السرير سمعت صوت ضحكة بنت، كانت ضحكة جميلة جدا. بصيت ورايا لقيت بنت جميلة واقفة في آخر الأوضة، بنت جميلة جدا. فسألتها انت مين؟ قالت لي أنا زراكش، أنثى من بني الجن، وحبيتك وحابة ان احنا نتجوز. انا طبعا على قد ما كنت خايف على قد ما كنت مبسوط. فقلت لها ماشي تمام، انا موافق نتجوز. قالت لي هنتجوز بس بشروط، انا عندي شروط معينة. قلت لها اموري تحت امرك، ايه هي الشروط بتاعتك؟ قالت لي اولها ان انت ما تحكيش عن اي حاجة بيني وبينك لأي حد. طبعا انا وافقتها، قلت لها تمام. ايه تاني؟ راحت قايله لي ثانيا ان انت ما تربيش اي حيوانات في البيت، ولا قطط ولا كلاب، ولا تربي اي حاجة في البيت، لان بني الجن بيخافوا من الانياب. قلت لها تمام وانا موافق. ايه هو الشرط التالت؟ قالت لي الشرط التالت ان انت ما تاكلش ملح او توم او بصل بالليل، لان بني الجن بينفر من الحاجات دي، فعلشان نعرف نقيم علاقة. قلت لها تمام وانا موافق. ايه هو الشرط الرابع؟ راحت قايله لي زراكش الشرط الرابع هو ان الخلفة لو هتكون ولد هينسب اليك، لكن لو هتكون بنت فساعتها بتنسب الي وبتتربى في العالم بتاعنا، عالم الجن. طبعا انا وافقت وما كانش عندي اي اعتراض. طبعا انا وافقتها، وبعد ما وافقتها على طول لقيتها اختفت. بعدها بأيام لقيت الباب بيخبط بالليل، على الساعة كانت 1:30 2. قمت وفتحت الباب وظهر ناس عمالقة، ناس شبه البني آدمين، شكلهم جميل ولابسين بدل وطوال كلهم. وببص في وسطهم لقيتهم محاوطين زراكش وداخلين بيها. عرفت من وقتها ان دول اهل زراكش.
كانت ملامحهم مش مرعبة، ولكن جامدة. كانت الإناث منهم لابسة زي توب هندي، وكان الرجال منهم صلع، ما عندهمش شعر، وعينيهم ضيقة، ودراعاتهم أطول من دراعات البني آدمين العادية، دراعاتهم طويلة. وكده من هنا أنا عرفت إن أهلها كمان وافقوا على الجواز، وتزوجنا. هم أخدوني عندهم. زراكش قالت لي غمض عينك وريح. نمت، فردت جسمي وغمضت عيني، لقيتها خدتني في العالم بتاعهم. بصيت لقيت أنوار كتير جدا، أحمر وأبيض وأصفر، أنوار كتير جدا، وزي ما تكون مراسم. وقتها عرفت إن هو ده فرحنا. بعد حوالي 7-8 شهور أنجبت منها بنت، والبنت اتسمت على اسمها زراكش. كانت شبه أمها بالظبط، بس على حجم صغير. عشنا سنين مع بعض، وبنتي اتربت مع أهل زراكش. وبعد فترة ابتدت يقل ظهور زراكش. قبل ما يقل ظهورها كنت بطلب منها ان انا اشوف بنتي. قالت لي هخليك تشوفها بس مش كتير، يعني هتشوفها كل فين وفين. انا طبعا وافقت. عرفت من بنتي ان زراكش ان زوجتي مريضة. جت زارتني مرة في البيت بنتي، وسألتها فين مامتي، امك فين؟ زوجتي بقالها كتير مش بتيجي وما بتظهرليش. قالت لي ان امي مريضة جدا، مرض نادر، وان وقتها قليل. وبالحرف قالت لي ان اجلها قرب. وبعد كام يوم ظهرت لي بنتي تاني، وبلغتني بخبر وفاة زراكش. وقالت لي بنتي ان دي هتكون اخر مرة هي هتظهر لي فيها، لان مع موت الام الابنة ما ينفعش تظهر لابوها تاني. وبالفعل بعد ما قالت لي خبر وفاة زوجتي اختفت بنتي، وما شفتش ولا سمعت اي حاجة من اهل الجن تاني. دي كانت قصة محمد كامل اللي سردها تحت جهاز كشف الكذب، واللي أكدت إن القصة حقيقية 100%. ولكن حتى الآن مفيش دليل هل محمد كامل متوهم ومصدق فعلا كل اللي قاله، أم دي قصة حقيقية فعلا. خلينا بقى نخش في فقرة تانية، وهي دي فقرة الخوارق والجن والسحر والأحداث الغامضة. ما تنسوش تعملوا اشتراك للصفحة علشان أقدر أكمل، لأني زي ما قلت لكم خلال الشهر دوت لو الصفحة ما وصلتش 1000 مش هقدر أنزل أي فيديوهات تاني. الجاسوم هو نوع من أنواع الجن العاشق، وفي منه نوع بيتلذذ فقط في دس الرعب في البشر وهم نايمين، وبيهاجم الإنسان في حالة بين الصحيان والنوم، وبيشل حركته خالص. ومن العصور القديمة وهو مذكور، وكمان في رسومات تخيلية لشكل الجاسوم من العصور القديمة. أول مرة تم ذكر أو توثيقه من أيام الحضارة الفرعونية، وكمان كان في أقاويل إن كان في كاهن من أيام الفراعنة كان مسخر جن من نوع الجاسوم لمطاردة أخصامه وأعداء الملك والكهنة، وده عن طريق مطاردتهم وتعذيبهم أثناء النوم. أما بالنسبة لرأي رجال الدين في الجاسوم، فهو من الجن العاشق اللي غالبا بيكون جن ذكر بيعشق الإناث من بنات الإنس. ولكن على مر العصور في ذكور من الإنس ادعوا إن هما اتجوزوا من إناث الجن، وتعرفوا كمان على بعض وأعجبوا ببعض، وده طبعا عن طريق الأحلام.
وده عن طريق إن هي في الأول ظهرت له كجاسوم، وبعد كده أعجبت وعشقت الإنس واتجوزوا. ولكن كل دي طبعا أقاويل حتى الآن، لا يوجد أي دليل على كده. ومن أهم الناس اللي ادعوا إنهم متجوزين من بنات الجن كان شخص باسم محمد فرعون ومحمد علي هيكل. محمد هيكل بالذات كان ذكر تفاصيل أشكال الجن تحت الأرض وشكل العالم السفلي بدقة تخلينا نسأل جاب التفاصيل دي منين، وهنذكرها بالدقة في الفيديو طبعا مع بعضينا. جن لوحة ويجا. لوحة ويجا معروفة طبعا من الأفلام والكتب، وهي عبارة عن لوحة مكتوب فيها كل الحروف الأبجدية، وعلى اللوحة دي قشاط أو حجر أو كاس بيتحط عليها أصابع المشتركين في اللعبة، بيحركوا القشاط وبعد كده بيتحرك القشاط من تلقاء نفسه. وطبعا في وقتها بتتحضر روح إنسان ميت، وبيبتدوا يسألوه عن أحواله في العالم الآخر أو أسئلة تانية كتير عن حياة الشخص قبل ما يموت. ولكن اللي ما يعرفوش معظم الناس إن اللي بيتحضر ما بيكونش روح الشخص الميت أصلا، لأن الروح بمجرد ما بتخرج من الجسم بتروح للي خلقها، واللي بيتحضر حاجة من الاتنين. في أحسن الأحوال بتكون قرين الشخص المتوفي، وده نادرا طبعا أما بيحصل. وفي أسوأ الحالات بيتحضر شيطان وبيوهم المشتركين إن روح الشخص المتوفي وبيخدعهم، وغالبا بيتلبس المشتركين. طبعا بيتلبس المشتركين في اللعبة وبتبدأ حياتهم تتحول لجحيم. هنتكلم عن جن المقابر الأثرية الفرعونية. المقابر الفرعونية معروفة من قديم الأزل عن إن بيتم حراستها من جن أو من لعنة، وأعتقد إن معظمنا سمع عن لعنة الفراعنة. ولكن هل الكلام ده حقيقي؟ في أربعينات القرن الماضي تم اكتشاف مقبرة فرعونية توت عنخ، واللي كان على جدران المقبرة دي طلاسم وتعويذة. الطلاسم والتعويذة دي بتبقى حماية للقبر، وكان مكتوب على الجدران بتاعة القبر: سيضرب الموت بجناحي السامين من يحاول أن يدخل أو يزعج مقبرة الملك. وتم تجاهل التحذير ده طبعا، وفتحوا المقبرة عشان بعدها بأيام وشهور يموت كل من شارك في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في ظروف وأمراض غامضة. لو دخلنا طبعا وبحثنا عملنا سيرش هنلاقي الموضوع دوت صحف كتير قوي اتكلمت عنه. ما يموتش ولا واحد فيهم بمرض طبيعي، وخصوصا المكتشف الرئيسي وهو هاورد كارتر، اللي بعد ما مات بمرض غامض اكتشفوا انه كان سارق آثار كتير من المقبرة. هل يا ترى ده كان سبب موته؟ ورغم ان العالم بيقول ان لعنة الفراعنة عبارة عن غبار ملوث بيبقى في المقبرة ساعتها، مكتشفين كتير بيقولوا ان لعنة الفراعنة موجودة، ومش الفراعنة بس، آثار كتير من حضارات مختلفة بتحط لعنات على المقابر بتاعتها، منها مقبرة جنكيز خان معروفة، اللي يقال ان محطوط لعنة على القبر انها هيحل الظلام والحروب على كل من يقتحم القبر. واكتشفها فريق ألماني، وبعد ما اكتشفها على طول بدأت الحرب العالمية التانية، اللي انتهت طبعا بهزيمة ألمانيا شر الهزيمة، عشان بعدها يقفلوا المقبرة من جديد ويمحوا على آثار أو الدليل على مكانها. وكمان نفوا انهم اكتشفوا المقبرة، مع ان في صورة بتدل عكس كده، ولكن حتى الآن مفيش أي دليل من الصحة للأقاويل
ولا الصور دي. ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة، لاني عايزين نوصل القناة ل1000 مشترك، لاني لو موصلتش 1000 مشترك خلال الشهر دوت القناة هتتقفل. فأرجو من كل المستمعين لتشجيعي وعلشان أكمل في القصص اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. قرية أشلي. قرية أشلي هي قرية مجهولة في كنساس بأمريكا، وفي ناس بتنفي وجودها أصلا، ولكن خليني أقولك الأسطورة اللي بتدور حولها. في خمسينات القرن الماضي جه مكالمات غريبة جدا لمركز الشرطة التابع لقرية أشلي، مفادها كالآتي: الموتى رجعوا زي ما انتم سمعتوا كده. ناس اتصلت بالشرطة وقالت لهم ان الموتى رجعوا كلهم، ومنها سيدة قالت ان هي شايفة كل الموتى في الشوارع، ومنها ابنها اللي توفى من 2 سنين. مكالمات تانية كان بتستنجد ان السماء اصبحت حمراء دمويا. مكالمات تانية ان القرية بتعاني من زلزال واعصار. ناس تانية قالت ان السماء بقت ضلمة رغم ان الوقت كان حوالي وقت الظهرية. مكالمات كتير من ناس بتستغيث وبتقول ان في ميتين ماشيين في الشارع، وان في كائنات تانية غريبة معاهم اشبه بالشياطين، وان الاطفال ابتدت تختفي فجأة بعد ما ابتدوا يعملوا حركات غريبة وبتكلم ناس مش موجودة. بسرعة الشرطة بعتت ضابط يحقق من الكلام ده، واللي ضل الطريق وتاه عن طريق القرية، وحتى كل وسائل الإنقاذ معرفتش توصل للقرية دي. القرية اللي كان حرفيا الأرض اتشقت وبلعتها، وبعد مئات من اتصالات الاستغاثة وقفت كل الاتصالات عشان بعد ساعات توصل الإنقاذ لمكان وجود القرية، عشان يتفاجئوا إن ما بقاش في آثار للقرية. ما أقصدش إن أهل القرية اختفوا، أقصد إن القرية ذات نفسها ما بقاش ليها وجود، ولا في أي حاجة غير الزرع، ولا في مباني ولا عربيات ولا طرق ولا أي حاجة. عشان بعدها تحذف الولايات المتحدة قرية أشلي من السجلات والخرائط في محاولة للتغطية على الأحداث الغريبة اللي حصلت. طبعا الشرطة كانت لازم علشان تغطي على المكالمات والاستغاثات اللي حصلت والأقاويل، وإن السماء بقت ظلام في عز الظهر، وإن الميتين رجعوا صحيوا، وكان لازم الشرطة تمحي سجلات قرية أشلي من كل السجلات. وقبل ما نتكلم عن نيكروناميكون اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان خاطر انزل الجزء اللي بعد كده. نيكروناميكون او كتاب الموتى هو من اخطر كتب السحر واخطر انواع السحر اللي تخطت خطورتها سحر الفودو والسحر الاسود. وتتوقعوا الكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ الكتاب ده بيتكلم عن نوع سحر ملعون لنطاق الموتى. زي ما سمعتم نطاق الموتى بيطلع الساحر جثة الشخص المتوفي المطلوب، وبياكل جزء من جثته، وبيتمتم ببعض الطلاسم والتعاويذ المحرمة اللي بتمجد قوة الشر، وبيضرب الجثة علشان قرينه يتلبسها وتنطق الجثة. يعتبر كتاب أحياء الموتى من أشر وأخطر الكتب الموجودة، لدرجة إن الفاتيكان حاول بكل الطرق حرق كل نسخ الكتب المشابهة. ومع نهاية القصة بشكركم لسماعي القصة، ولو كانت عجبتكم أرجو إن انتوا تسيبولي في الكومنتات. مش هتخسر حاجة أو مش هتتعب، ممكن تكتب لي بس في الكومنتات إن كانت القصة عجبتك ولا لأ. طبعا ما تنساش سبسكرايب للصفحة واللايك للفيديو، وقول لي رأيك في الكومنتات. ولو
عايزيني اقول قصة معينة، او لو عايزين اتكلم عن حاجة معينة ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. شكرا. تقدر دلوقتي تقلع السماعة او تخش تشوف بقية الفيديوهات اللي عندي. شكرا.